ايه اللي بيحصل في سهم المنصورة للدواجن؟ كنا حللنا السهم ده قبل كده. تعالوا نشوف ايه اللي بيحصل فيه. رمضان كريم، كل سنة وانتم طيبين. ده تقريبا اول فيديو اسجله جوه شهر رمضان، يعني انا نزلته ورمضان بدأ، بس ده اول حاجة تسجل جوه رمضان نفسها. سهم المنصورة للدواجن بعد الصعود الكبير ده كله كنا محتاجين فترة تصحيح. لما صغرنا الفريمات لقينا ان النقطة اللي احنا راسمينها على المنطقة دي هي منطقة التصحيح اللي المفروض ننزل لها. لما نزلنا لها حصل فعلا تغير للشخصية. نعرف منين تغير الشخصية؟ ان انت بتشوف اخر قمة حقيقية اللي هي هنا، تلاقي السهم لما نزل لمنطقة تصحيحنا، عمل قمة جديدة. القمة الجديدة دي كسرت القمة القديمة، يبقى في هنا تغير شخصية او change of character. طيب ده معناه ايه؟ معناه ان السهم المشهور للدواجن في حيز شرائي. طب افضل نقطة اشتري منها فين؟ تحت الخط ده كده، عند الواحد ونص. لا، عند الجنيه ونص، لان في هنا منطقه اسمها انديوسمنت، لازم نرجع نهبط ننزل نسحب سيولتها. مش بس كده، يعني انت مش هنا تروح جاي رايح معلق امر شرائي، لا، انت لما تسحب سيولتها تشوف رد فعل السهم. لو دخلت قوه شرائيه ودخلوا ناس اشتروا من المنطقه دي، اذا ده بيحفز على الصعود. يبقى الرؤيه العامه ايه في سهم المنصورة للدواجن؟ الرؤيه العامه انه صاعد. طيب الرؤيه العامه ايه افضل نقطه اشتري منها؟ عند الواحد ونص. هنشوف رد فعل السهم، لو صعد او ادى رد فعل بقوه شرائيه صاعده يبقى المفروض تشتري من هنا. لو ما صعدش يبقى تستنى هبوط اكتر وترجع تشتري. اوعى تشتري من عند نقطه غير لما تشوف رد فعل السهم عليها. نجمل الموضوع، المنصورة للدواجن صاعد، بس محتاج ينزل النقطه نشوف منها قوه شرائيه قويه. النقطه دي فين؟ غالبا عند الجنيه ونص.